مناظر عجيبة سبحان الله العظيم، ما شاء الله. يعني هذه على كل حال بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكأننا في كوكب آخر. هذه صحراء النمامشة بولاية بين ولاية خنشلة ولاية تبسة، وتعتبر هي الحدود بين الصحراء وبين الهضاب العليا. يعني فيها مناظر لأول مرة نشوفها وأنا ابن المنطقة. يعني هو اللي سماها كاليفورنيا النمامشة مش غلط. الطبيعة شيء عجيب، مناظر خلابة، مناظر وكأنك في كوكب آخر غير الأرض. لكن لجهلنا ولتجاهلنا بالسياحة في الجزائر خلانا يعني أجيال ما نعرفوش حتى أرضنا، أقرب الأرض اللي عندنا ما نعرفوهاش للأسف. هذه وديان وهذه هي اللي استعصت على فرنسا، بس يعني استعصت على فرنسا أن تستكمل وجودها في الجزائر. رحم الله الشهداء، هذه أرض الشهداء وأرض الثورة وأرض المجاهدين، أرض الحرية. وهذا اللي معي السيد المحترم شاهد على المنطقة لأنه ابن المنطقة. يعني تقدر تعطينا كلمة كإعلاميين احنا نعطوا صورة لأنك أنت الحاج راه هذه المنطقة هذه مشاها في وقت الثورة على رجليه في وقت رحلة الشتاء والصيف من ولاية تبسة وولاية خنشلة إلى صحراء كاليفورنيا، اللي الآن نداء إلى السلطات، إلى ولاة الأمور، إلى المثقفين، إلى أصحاب الفكر، إلى حملة برامج التنمية الفلاحية أن يعطوا اهتمام لما سمي بصحراء كاليفورنيا النمامشة. راهي شيء عجيب. يعني تقدر توكل ساحة خلاص، يعني نوصلوا حتى ل 20 مليون طن قمح غير في هذه الأماكن هذه اللي هي كما أوكرانيا. يعني مناخها معتدل، مناخها رطب لأن مش كما الصحراء ومش كما الهضاب العليا. فيها أحسن نباتات طبية في العالم، فيها خضر وفواكه بيو، لا فيها لا كيميائية ولا أي شيء. كل نباتاتها طبية صحية. راكم تشوفوا ما شاء الله. يعني نتمناو من السلطات أنه يحاولوا يهتموا بالطرقات، خاصة لأن جبال وعرة وأرض فيها خيرات وفيها حيوانات، خاصة تربية المواشي، وخاصة هذه جبال تصلح للماعز، وأرض فيها ما شاء الله من الغزال، ومن الغزال الآيل يعني بالقرون الأكبر من الغزال الصغير هذا. ما شاء الله. هذه زيارة خفيفة، نتمنى تعطينا كلمة الحاج. يعني كلمة بسيطة ما نحرجوكش، يعني بالدارجة كلمة بالفرنسية شويث. يعني لك شويث وثلاي إذا رايا السنغهن ديال عمرين و 12 سنة. الله يبارك الله يبارك. وقور فوضارينو. وقال لكم نمشي هذو جبال مشيتهم على رجليا وانا عمري 12 سنة، وسرحت فيهم وصيدت فيهم. ما شاء الله ما شاء الله. ونمشي باش نوصل الصحراء هذه كاليفورنيا نتاع الممشى من ولاية خنشلة حتى الصحراء 3 أيام باش نلحق على رجلية. ما شاء الله سبحان الله. يعني جدودنا تعبوا، يعني وجدودنا الحمد لله صافيين. الحمد لله يا رب. الحمد لله. وتحيا الجزائر. الله يبارك. الله يرحم الشهداء. وربي يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. بارك الله فيكم سيدي. والله مناظر عجيبة سبحان الله العظيم، ما شاء الله. يعني هذه على كل حال بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكأننا في كوكب آخر. هذه صحراء النمامشة بولاية بين ولاية خنشلة ولاية
بسة، وتعتبر هي الحدود بين الصحراء وبين الهضاب العليا. يعني فيها مناظر لأول مرة نشوفها وأنا ابن المنطقة يعني هو اللي سماها كاليفورنيا النمامشة مش غلط. الطبيعة شيء عجيب، مناظر خلابة، مناظر وكأنك في كوكب آخر غير الأرض. لكن لجهلنا ولتجاهلنا بالسياحة في الجزائر خلانا يعني أجيال ما نعرفوش حتى أرضنا، أقرب الأرض اللي عندنا ما نعرفوهاش للأسف. هذه وديان وهذه هي اللي استعصت على فرنسا، بس يعني استعصت على فرنسا أن تستكمل وجودها في الجزائر. رحم الله الشهداء، هذه أرض الشهداء وأرض الثورة وأرض المجاهدين، أرض الحرية. وهذا اللي معي السيد المحترم شاهد على المنطقة لأنه ابن المنطقة. يعني تقدر تعطينا كلمة كإعلاميين احنا نعطوا صورة لأنك أنت الحاج راها هذه المنطقة هذه مشاها في وقت الثورة على رجليه، في وقت رحلة الشتاء والصيف من ولاية تبسة وولاية خنشلة إلى صحراء كاليفورنيا، اللي الآن نداء إلى السلطات، إلى ولاة الأمور، إلى المثقفين، إلى أصحاب الفكر، إلى حملة برامج التنمية الفلاحية أن يعطوا اهتمام لما سمي بصحراء كاليفورنيا النمامشة. راهي شيء عجيب يعني. تقدر توكل ساحة خلاص يعني نوصلوا حتى ل 20 مليون طن قمح غير في هذه الأماكن هذه اللي هي كما أوكرانيا. يعني مناخها معتدل، مناخها رطب لأن مش كما الصحراء ومش كما الهضاب العليا. فيها أحسن نباتات طبية في العالم، فيها خضر وفواكه بيو، لا فيها لا كيميائية ولا أي شيء. كل نباتاتها طبية صحية. راك تشوفوا ما شاء الله. يعني نتمناو من السلطات أنه يحاولوا يهتموا بالطرقات خاصة، لأن جبال وعرة وأرض فيها خيرات وفيها حيوانات، خاصة تربية المواشي، وخاصة هذه جبال تصلح للماعز، وأرض فيها ما شاء الله من الغزال، ومن الغزال الآيل يعني بالقرون الأكبر من الغزال الصغير هذا. ما شاء الله. هذه زيارة خفيفة، نتمنى تعطينا كلمة الحاج. وش نعطيك؟ يعني كلمة بسيطة ما نحرجوكش، يعني بالدارجة كلمة بالفرنسية شويث. يعني لك شويث وثلاي إذا رايا السنغهن ديال عمرين و12 سنة. الله يبارك الله يبارك. وقور فوضارينو. وقال لكم نمشي هذو الجبال. مشيتهم على رجليا وانا عمري 12 سنة، وسرحت فيهم وصيدت فيهم. ما شاء الله ما شاء الله. ونمشي باش نوصل الصحراء هذه كاليفورنيا نتاع الممشى من ولاية خنشلة حتى الصحراء 3 أيام باش نلحق على رجلية. ما شاء الله سبحان الله. يعني جدودنا تعبوا يعني. وجدودنا الحمد لله صافيين. الحمد لله يا رب. الحمد لله. وتحيا الجزائر. الله يبارك. الله يرحم الشهداء. وربي يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. بارك الله فيكم سيدي.